معالجة الرهاب الاجتماعي أبسط مما أنت تتخيل، فأنا عايزك تركّز معايا. الفيديو ده ممكن يبقى 3، 4 دقايق، ممكن يخش ب5، يعني أنا ما أعرفش، بس عايزك تركّز معايا لإن بجد لو طبّقت اللي في الفيديو ده إن شاء الله يعني هتبدأ تلاقي إن ما فيش أي رهاب اجتماعي. أول حاجة عشان تتعلّم إزاي ما يبقاش عندك رهاب اجتماعي، لازم تنزل تتعامل مع الناس، مهما تشوف من فيديوهات، مهما تسمع من معلومات، لو أنت ما نزلتش بنفسك طبّقت المعلومات دي في أرض الواقع، بجد أنت مش هتفرق معاك في أي حاجة. قاعد بتستهلك محتوى على الفاضي، لكن إمتى فعلًا هتستفاد؟ لمّا تطبّق الكلام اللي أنت بتسمعه في المحتوى ده. تاني حاجة بقى هي إنك تاخدها بالتدريج، بمعنى أنا ما أعرفش أنت في أنهي مرحلة من الخوف الاجتماعي ده، ولكن هنفترض إن أنت في أدنى مرحلة، تبدأ تاخدها واحدة واحدة، وليكن أنت مثلًا بتخاف أساسًا تبُص في عين اللي قدّامك، يبقى لمّا تنزل تتمشى مثلًا أو تشتري حاجة أو أيًا كان أو حد تكلمه، تبُص في عينه بس. ده كل اللي مطلوب منك لمدة أسبوع، 5 أيام تنزل تجبر نفسك تبُص في عين اللي قدّامك، حلو، هتلاقي بعد 5 أيام بجد أنت مش فارقة معاك. ولو أنت مش مصدقني وعندك فعلًا الخوف دوّة للسبب يعني وأنت مش مصدقني، جرّب، اعتبرني يعني ادّيني تجربة بس 5 أيام، اعمل ده 5 أيام مهما كان شعورك، مهما كان أيًا كان. لو لقيت نفسك ما بطّلتش تخاف، ما تنفّذش اللي في باقي الفيديو ده، لقيت نفسك بطّلت تخاف، كمّل اللي في الفيديو ده. بعد بقى مثلًا ما تبدأ تتطوّر، تبدأ تزوّد خطوة كمان إنّك مثلًا تقول السلام عليكم، تقول عامل إيه، تقول إزيك، ده الفكرة يعني وما فيها، إنّك تبدأ تاخدها بالتدريج واحدة ورا واحدة، ورا واحدة، هتلاقي نفسك بطّلت تخاف من الحاجات البسيطة دي. أمّا إزاي بقى تبدأ تفتح نقاشات طويلة وحلوة، دي بقى اللي هتيجي لك بالخبرة مع الوقت. أنت بس مجرد ما هتبدأ خايف بس من أيًا كان كل حاجة، لكن بعد كده هتبدأ إن أنت تلاقي إن الخوف ده اختفى، وده الهدف إنك تبدأ تشيل الخوف ده. لو مثلًا لمّا تصلي في الجامع أو لمّا تبقى في الكنيسة أيًا كان ديانتك، تسلِّم على اللي جنبك لو أنت مثلًا مسلم وبتصلي في الجامع، خلّص الصلاة وسلِّم اللي على اليمين واللي على الشمال، يعني قُل لهم تقبّل الله والكلام ده كله. دي حاجات أنا عملتها شخصيًا يعني ونفعت معايا، ماشي، فهو ده الموضوع وما فيه، إنك تبدأ تاخد الحاجة بالتدريج واحدة، واحدة، وهتلاقي إن الموضوع بقى أسهل بكتير. طبعًا مش هاتكلم بقى إنك إزاي تفتح نقاشات حلوة، لإن ديّة حاجة أعلى سِنّة، فأنت بقى دي هتبدأ يعني لمّا تبدأ تعمل المرحلة دي وتنفع معاك فعلًا، غالبًا هاكون ساعتها نزّلت فيديو عن إزاي تقدر تفتح نقاشات حلوة مع الناس، وتفتح نقاشات طويلة وتكوّن صداقات والكلام ده. أنا عايزك بس تعمل الحاجتين اللي في الفيديو دول، إنك تبدأ تبُص في عين الناس وتقول السلام عليكم أو تسلِّم أو مساء الخير أو أيًا كان، فاهم قصدي؟ حاجات بسيطة ما بتاخدش منك ثواني، وبعد أسبوع تعالَ اكتب comment في الفيديو ده قُل لي أنت كدّاب الحاجات دي ما نفعتش، أو قُل لي الحاجات دي نفعت فعلًا، وقتها استنى فيديو تاني عن إزاي بقى تكوّن صداقات. ولو هارشّح لك كتاب ممكن تقراه، أرشّح لك كتاب How to win friends، ده كتاب جامد جدًا. يعني دَوّر عليه، بجد فيه معلومات كتيرة، أي نعم هي ممكن تبان أساسيات لو حد عنده المعلومات دي، لكن أنت محتاج الأساسيات دي دلوقتي، بس كده، أشوفك في الفيديو الجاي، سلام.